بفيديو اليوم رح نعمل مكسيكان سبرينج رول كتير رح تحبوها. عن جد الطعم ولا أطيب من هيك. لتحضير الحشوة استخدمت 700 جرام صدور دجاج، قطعتهم سلايسات بهذا الشكل وضفت لهم معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة بودرة ثوم، ونص معلقة صغيرة بودرة بصل، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كزبرة يابسة، ومعلقة صغيرة أوريجانو، ونص معلقة صغيرة تشيلي باودر، وعصير نص ليمونة، ومعلقة صغيرة دبس فليفلة، ومعلقة صغيرة معجون طماطم. وكمان ضفت معلقتين كبار زيت نباتي، وأنا كنت نسيانة أضيف الزنجبيل، ضفت نص معلقة صغيرة زنجبيل، حركتهم مع بعض وبتركهم ليتشربوا التتبيلة نص ساعة. بهذا الوقت أنا حضرت الخضار يلي بدي أقليها، البصل والفليفلة بندورة ودرا. بطنجرة حطيت 3 معالق زيت نباتي وضفت البصلة يلي مقطعتها سلايسات لحتى تتدبل وتتقلى. وهلأ بضيف لها حبة بندورة مقطعتها ناعم بهذا الشكل، بقليهم مع بعض. وبعدين بضيف الفليفلة. أنا استخدمت فليفلة خضراء، ما كان عندي فليفلة حمراء، بس إذا عندكم تطلع الألوان كتير حلوة. قطعتها سلايسات، بقليهم مع بعض. وآخر شي بضيف الدرا، بقلبهم مع بعض. وأنا ما ضفت أي توابل للخضار لأني أنا متبلة دجاج، بخليهم على جنب. وهلأ بجهز الدجاج. ضفت 3 معالق زيت نباتي، وهلأ بضيف الدجاج بالتدريج، ما بضيفهم دفعة واحدة مشان ما تطلع عندي السوائل يلي بالدجاج. وهلأ بعد ما استوى الدجاج وتحمر بضيف الخضار يلي أنا قليتها من قبل. شايفين على هالألوان ما أحلاها، بتاخد العال. إذا لقيت في سوائل مع الخضار ممكن إنه ضيف نص معلقة من الطحين لحتى تتشرب عندي السوائل، مشان لما نحشيها ما تفتح عندي العجينة والرقائق. وبضيف معلقة كبيرة صويا صوص للحشوة، بحركهم مع بعض. وآخر إضافة عندي هي الموزاريلا، بضيف الموزاريلا على الوش وبقلبهم وبحركهم مع بعض. وبهيك صارت عندي الحشوة جاهزة. هاي الحشوة ممكن نستخدمها لكتير أنواع من الفطاير، من السمبوسة، من التاكو. ممكن كمان نعمل منها بشاميل محشي بالدجاج، كمان نكهته كتير طيبة. هلأ بعد ما صارت عندي الحشوة جاهزة، هلأ رح نبلش باللف. ولما بدنا نلف السمبوسة برمضان لازم طبعا العيلة كلياتها تشاركنا بلف السمبوسة لنعيش الأجواء. استخدمت رقائق السبرينج رول الجاهزة، وأنا من قبل عملت فيديو كيف بنحضر هاي الرقائق، بترك لكم إياه بصندوق الوصف. وكمان رح أترك لكم روابط فيديوهات للسمبوسة عملتها من قبل، عن جد بتشهي وطعمتها كتير طيبة، إن كان للدجاج أو للحم أو للجبنة. كتير ضروري لما نجيب الرقائق جاهزة تكون نوعيتها جيدة، لأنه لو كانت نوعيتها سيئة رح تكون عم بتكسر وتفتح معنا وقت القلي وتطلع الحشوة لبرا. بالنسبة للاصق اللي سكرت فيه الأطراف، هو عبارة عن معلقة كبيرة طحين مع 5 معالق مي، خلطتهم مع بعض وبسكر فيه العجينة لما بدي لفها مشان ما تفتح معي لما بدي أقليها. لفيت كل الكمية لحتى خلصتها بهذا الشكل. وانتوا على حسب ما بتحبوا تقلوها قلي بالزيت، بتحبوا تستخدموا الفرن أو الإير فراير، حسب رغبتكم. أنا شويتها بالإير فراير، بصراحة طلعت كتير طيبة. لما بدي أشويها بدهنها بشوية زيت بس من السطح، وعن جد بتطلع مقرمشة ولا أطيب من هيك. ضروري كتير إنه تجربوا هي الوصفة برمضان، عن جد كتير طعمتها طيبة وبتفتح النفس. أنا متأكدة رح تعجبكم. رمضان مبارك عليكم، وإن شاء الله صحة وهنا.